صبحكم الله بالخير جميعا. من الأمثال الظريفة والفكاهية مثل يقول: الطول طول انخرى والعقل عقل صخرة. فيضرب هذا المثل للشخص اللي طوله وشكله يدل على أنه هو هيبة، لكن عقله عقل صغير، كنا عقل ماعز. الصخرة هنا عندنا اللي هي صقير الماعز. فالمثل يقول: الطول طول انخرى والعقل عقل صخرة، يعني لا تحكم على الإنسان من شكله، من مظهره، من لباسه. احكم عليه وقت الكلام، وقت أفعاله، شوف رجاحة عقله. الإمام علي عليه السلام يقول: المرء مخبوء تحت طي لسانه. يعني طالما هذا الإنسان حضر ديوانية، مجلس، قهوة، دش وسلم وقعد وساكت ما اتكلم ولا كلمة، ما تقدر تحكم عليه. لكن إذا صار بينك وبينه حوار، بتعرف مستوى تفكيره، مستوى عقليته، شلون يفكر، عنده أسلوب ما عنده أسلوب، عنده شخصية. لكن إذا بتشوفه وانت تسولف وياه بتشوف تشوفه هل هو أحمق، هل هو بذيء، عقله صغير. الإمام علي عليه السلام يقول: كل المرء مخبوء تحت طي لسانه. طالما هو ساكت ما تعرف انت شخصيته، حتى هو لابس وكاشخ زين ما تقدر تحكم عليه. يعني المثل يقولون بسخرية وفكاهة، زين، حق الشخص اللي شكله هيبة ولباسه وكشخه وكل شيء، بس عقله عقل صغير، عقل ماعز. يعطيكم الصحة والعافية.